السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا فيديو النهاردة زي ما شفتوا كده في العنوان هنتكلم على ازاي تذاكر مادة الرياضيات للصف الثالث الاعدادي، وهقولك على نصايح حلوة جدا تمشي عليها في مادة الرياضيات عشان تقدر تذاكرها بطريقة كويسة وتقدر تحصل فيها بقدر كبير، لان في ناس كتير قوي ما بتعرفش تذاكر الرياضة عموما. يعني مادة الرياضيات دي بتبقى عقدة بالنسبة لهم. بس عايزة اقول لكم والله بجد انا لما كنت في ثالثة اعدادي ولما كنت كديكم كانت مادة الرياضيات دي كانت اسهل مادة حرفيا عندي. كانت اكتر مادة اصلا انا بحبها واكتر مادة انا بحل فيها واكتر مادة بجيب فيها درجات عالية قوي هي كانت مادة الرياضة. فالنهاردة هقول لكم على الحاجات اللي انا كنت بعملها علشان انتوا كمان تعملوها. عايزة اوصلك ان مادة الرياضة والله هي مش صعبة نهائيا. انت ممكن تكون شايفها صعبة ولكن هي مش صعبة. انت لو مشيت على شوية خطوات كده وشوية ترتيبات وتنظيم في المذاكرة بتاعتك من ناحية الرياضة وممارسة وتدريب هتلاقي نفسك والله، يعني عايزة اقولك هتلاقي نفسك ان انت بيرفكت بجد في مادة الرياضيات. مادة الرياضيات على فكرة مادة لذيذة وسهلة. ليه لذيذة وسهلة؟ عشان هي بتعتمد على الفهم. ممكن نقول ان 99% من مادة الرياضة بيعتمد على الفهم، فهيبقى سهل جدا ان انت تذاكرها ومش هتاخد فيها مجهود. فالاعتماد كله في مادة الرياضة بيبقى عليك انت كطالب، على مجهودك، على حلك، على التدريب والممارسة اللي انت بتمارسهم في اثناء ما انت بتذاكر المادة دي. ولكن هي مش هتحتاج منك مجهود قوي في الحفظ والكلام ده. لا، هي مش هتحتاج منك مجهود في الحفظ. هي المجهود كله هيترتب عليك في الحل والممارسة. هو ده اللي هيوصلك للي انت عايزه في مادة الرياضة. وانا هقولك على الخطوات اللي انت هتمشي عليها عشان ما تروحش مني بعيد كده. فيلا بينا ندخل في الخطوات بتاعتنا. بص يا سيدي، اول خطوة معانا في مذاكرة مادة الرياضة هي ان انا لازم ابقى فاهم الاساسيات بتاعتي كويس. يعني انا الماده دي من قبل ما ادخل واذاكر المنهج بتاعي فانا عندي اساسيات اساسيه لازم ابقى عارفها، ولازم المدرس اللي انت بتاخد معاه يعرفك الاساسيات دي. يعني المفروض ان اي سنه دراسيه قبل ما بتدخل في السنه بيبقى في اساسيات قبل كده انت واخدها في السنين اللي قبل كده، فلازم تبقى عارفها. او المدرس اللي انت بتاخد عنده لازم يعرفك الاساسيات دي، يشرح لك الاساسيات دي. المفروض ان اي مدرس، على فكره وانا كواحده مدرسه فانا عارفه الكلام ده، والمفروض ان اي مدرس لما بيجي يدخل في المنهج بتاعه لازم بيبقى فيه حصه تاسيسيه. وانتوا تلاحظوا على فكره ان في مدرسين كتير قوي بتعمل الحاجه دي، وهي ان يعمل لك حصه يقول لك دي حصه تمهيديه، وهتلاقي ان هو مش بيديك فيها حاجه تبع المنهج، لا هو بيديك حاجات هيترتب عليها المنهج اللي انت بتاخده. فالحصه دي عايزه اقول لك الحصه اللي بيعملها كل مدرس دي حصه مهمه قوي قوي قوي، بحيث ان انت تعرف ايه الاساسيات اللي المفروض تكون عارفها، ايه الاساسيات اللي هتدخلك على المنهج بتاعك، ايه الاساسيات اللي هتساعدك ان انت تحل في المسائل فيما بعد. لان في حاجات على فكره في المسائل هي ممكن ما تكونش موجوده في المنهج بتاعك ولكن مترتبه على اساسيات انت درستها قبل كده او اخدتها في درس تمهيدي قبل المنهج، وانت زي الناصح دخلت على طول تذاكر الدرس الاول وانت مش عارف اي حاجه في الاساسيات اللي قبل كده اللي هي هتاسسك اصلا وتخليك تعرف تحل في الاسئله بتاعت الدرس الاول والدرس الثاني والوحده عموما اللي انت داخل لها دي. فعشان كده الحصه التاسيسيه دي او الاساسيات دي مهمه قوي. لو انت مش عارف الاساسيات فحاول تدور عليها، حتى لو المستر ما ادهلكش في الحصه فانت دور عليها في اليوتيوب، دور عليها اي حد مثلا بيعمل حصه تاسيسيه كده ممكن تروح تحضرها. الحصه دي هتكون مهمه جدا جدا وهتساعدك في حاجات كتير قوي هتكتشفها بعدين فيما بعد انت وبتحل في المسائل. على فكره هتكتشف ان في حاجات انت كان لازم تعرفها وهي موجوده عندك في الكتاب. على فكره كمان كتاب المعاصر لو انت بتستخدم كتاب المعاصر، ويفضل ان انت تستخدم كتاب المعاصر لان بيبقى قبل ما تدخل في الدروس بتاعه الكتاب بيبقى فيه حاجات اساسيه هو بيبقى كاتبها لك في اول كام صفحه كده. الحاجه الثانيه وهي في اثناء المذاكره بتاعتي، بص يا سيدي، هو انا عموما مش هديك النصايح اللي هي التقليديه اللي بيديها لك اي حد يقول لك نظم وقتك وما اعرفش ايه وذاكر ازاي والكلام ده. انا عايزه اقول لك ان كل شخص فينا بيذاكر بطريقه معينه، فانا ما ينفعش اقول لك ذاكر بالطريقه الفلانيه او ما تذاكرش بالطريقه الفلانيه. انا بديك بس حاجات ممكن تساعدك في ان انت تعرف ازاي تسيستم دماغك في ماده الرياضيات وازاي تتقنها او ازاي تعلي مستواك فيها. تمام. فالحاجه الثانيه واللي انا هنصحك بيها وهي
هي في اثناء الحل بتاعك. انا عارفه انت خلاص انت هتذاكر بالطريقه اللي تعجبك، ذاكر باي طريقه ايا كانت هي ايه، بس عايزه اقول لك ان الرياضه اصلا في المذاكره بتاعتها بتعتمد على الفهم. زي ما قلت لك في اول الفيديو ان مذاكرتك كلها بيبقى معظمها فهم، ان انت تفهم الدرس او تفهم الشخص اللي بيشرح هو عمل ايه وتطبق الخطوات اللي هو عملها. دلوقتي انا لما اجي اذاكر يا مس هذاكر ازاي الرياضه عشان اوصل يعني ان انا اعلي مستواي؟ عايزه اقول لك ان الرياضه على فكره مش من اول مثلا ما هتذاكر فانت هتلاحظ ان مستواك عالي مره واحده، ولا انت هتبقى شاطر او بيرفكت من اول مره هتذاكر فيها. لا، على فكره عايزاك تتعود ان الرياضه هي بتتاخد ستيب تو ستيب. يعني زي ايه؟ كانك لسه شفت لما انت بتبقى لسه طفل ولسه بتتعلم ان انت تحبي، وبعد كده بتتعلم ان انت تمشي وهكذا. فالرياضه زي كده بالظبط، انت لازم تصبر على ماده الرياضيات، تصبر فيها من ناحيه ان انت مش من اول مره هتلاقي نفسك بتحل كل المسائل، مش من اول مره هتلاقي نفسك مثلا فاهم كل الاجزاء فيها، مش من اول مره هتلاقي نفسك انت وصلت للافكار العاليه خالص بتحلها. لا طبعا، انت لازم واحده واحده، ولازم عشان توصل للليفل ده فانت لازم تتدرب اصلا على الحاجات اوريدي هي بسيطه. فاول حاجه انت بتعملها اصلا انت بتفهم الدرس كويس قوي من المدرس اللي انت بتسمع له او من اليوتيوب لو انت بتتابع اونلاين وكده، وبعد كده بتحاول ان انت تكتب وتدون كل حاجه هو بيقولها، علشان على فكره الحاجات اللي انت بتدونها دي ولما تعود ايدك ان انت تدون ورا الشخص اللي بيشرح، على فكره دي حاجه كويسه قوي لانها هتساعدك انت في الحل. لان انت بعدين لما تيجي تحل هتحاول ان انت تطبق نفس الخطوات اللي هو عملها الشخص ده في قدامك في الفيديو او المستر مثلا على السبوره، فانت بتدون نفس الخطوات، فبتحاول ان انت تقلد نفس الخطوات اللي هو عملها عشان توصل للحل، باختلاف بس الارقام. وده الطبيعي على فكره اللي احنا كلنا بنعمله. يعني احنا كلنا لما بنيجي مثلا نحل اي مساله بنحاول ان احنا نسمع الشخص حل المساله ازاي، بنطبق الخطوات اللي هو عملها. عايزاك كمان بعد ما تذاكر وتفهم الدرس وتطبق الخطوات اللي هو عملها في المساله، تحاول انت من نفسك تحط مسائل لنفسك بنفس الصيغه اللي هو عمل بيها الاسئله. يعني انت الاسئله اللي المستر مثلا اداها لك وانت حليتها وطبقتها وراه، حاول ان انت تحط مسائل بنفس الكيفيه او بنفس الصيغه بس مع تغيير في حاجات بسيطه بحيث ان انت تدرب نفسك اكتر. الحاجه الثالثه بقى وهي في اثناء الحل، تعالى اقول لك بقى هتعمل ايه اثناء الحل. فاثناء الحل لما نيجي نحل يا عيال ما نروحش على طول على المسائل اللي هي الضخمه والمسائل اللي هي افكارها عاليه ونقول لا ده انا عايزه اجرب وادخل احل المساله العاليه دي او ادخل احل المسائل اللي هي بتاعت مستويات عليا. انا مش عايزاك تدخل على المسائل اللي هي مستويات عليا، لان بص عايزه اقول لك احنا زي ما قلنا احنا بناخدها ستيب تو ستيب، ستيب تو ستيب. فانت عشان تاخدها ستيب تو ستيب يعني تاخدها خطوه ورا خطوه، خطوه ورا خطوه، انت لازم الاول تتدرب على كم مساله يكونوا بساط. يعني ايه بساط؟ يعني مسألة بسيطة جدا، مسألة تعويض مباشر، فلازم تتدرب على المسألة دي. بعد كده شوية شوية بعد ما تحل المسائل اللي هي فيها تعويض مباشر، بعد كده هتلاقي أصلا اوريدي الكتاب بيدخل بيك واحدة واحدة في المسائل اللي هي فيها أفكار شوية. إن هو يعني مثلا الأول بيجيب لك المسائل اللي هي المباشرة، تعويض مباشر، إن أنت تعوض بالقوانين المباشرة اللي أنت درستها في الدرس ده أو المنهج بتاعك. وبعد كده شوية شوية تلاقيه إيه بيدخلك في أفكار 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 أفكار. وحتى على فكرة في الشرح برضو، يعني في اثناء الشرح في الكتاب برضو اللي هو كتاب المعاصر، هتلاقي مثلا ان هو في الشرح الاول بيشرح لك القانون عادي جدا، بعد كده بيبدا ان هو يشرح لك مسائل عليه، يقول لك مثال والحل بتاعه والفكره بتاعته. فانت لازم الاسئله دي تقراها وتفهمها كويس، لان لو قريتها وفهمتها كويس هتعرف تحل المسائل حتى اللي افكارها عاليه جدا في الكتاب. بعد ما تخلص الدرس هتعرف تحلها. ليه؟ لان الكتاب اصلا بيوجهك ان انت تحل المسائل دي، يعني هو بيديك الافكار كلها اللي ممكن يجيبها لك في الاسئله، وبعد كده بيديك الاسئله يقول لك حل. فانا برضو بقول لك ان انا عايزاك تمشي مع الكتاب بالظبط. يعني ما تحاولش ان انت مثلا بعد ما خلصت مذاكره على طول وحليت لك مسالتين ثلاثه لقيت نفسك عارف تحل فتروح تدخل على المسائل اللي هي مستويات عليا. لا، انت حل كل المسائل اللي هي افكارها مباشره او فيها افكار بس افكار مش قوي، يعني افكار بسيطه جدا، حاول تحلها كلها عشان بعد كده هتلاقي نفسك انت لوحدك دماغك بتخليك تحل الاسئله اللي هي ايه اللي هي افكارها عاليه. لكن انت لو جيت مثلا مره واحده رحت دخلت على الاسئله اللي هي مستويات عليا وقلت اجرب واحل، لو لقيت مثلا نفسك فشلت في مساله
في 2 في التالتة تلاقي نفسك انت يعني عندك اكتئاب وقفلت الكتاب وقلت لا انا مش هذاكر رياضة تاني وكده انا مش عارف احل ومعرفش ايه، وهتبدأ تصيح بقى مع نفسك ويجيلك حالة من الاحباط. واحنا مش عايزين نوصل للحتة دي. يعني انا كده تقريبا اديت لك معظم الحاجات اللي عايزاك تتبعها في المادة بتاعت الرياضيات عشان توصل لمستوى كويس. فعندي بس كم نصيحة هقولك عليهم كده اثناء الحل. برضو مش معنى ان يقابلك مسألة ولا 2 ولا 3 ولا حتى 10 ولا 20 مسألة معرفش تحلهم كده يبقى مفيش امل في المادة وانت كده مش هتعرف تفهمها ومش هتعرف تأدي فيها بشكل كويس. لا، انت حاول مرة واثنين وثلاثة. ولو معرفتش خالص، يعني لو خلاص لقيت الابواب كلها اتقفلت في وشك، فحاول ان انت تفتح فيديو يوتيوب وتسمع الشرح وتشوف الشخص حل المسائل ازاي، وتبدأ ان انت تعمل نفس الخطوات اللي هو عملها وتكررها. يعني برضو عايزة اقولك ان مش معنى ان انت تسمع الفيديو وتشوف هو حل المسائل ازاي وخلاص انت اوريدي فهمتها فتقوم تقفل الفيديو وخلاص كده خلص الموضوع. لا، انت لازم تدرب ايدك على المسائل دي، لان انت لو ما دربتش ايدك يبقى انت سماعك للفيديو زيه زي كأنك ولا سمعته بالظبط. ما خلاص انت سمعته وقفلته، فانت اوريدي بعد يوم هتلاقي نفسك نسيت اللي انت سمعته، نسيت اللي انت فهمته، ما ثبتهوش في دماغك لان انت ما عدتش عليه تاني، ما عملتوش بخط ايدك انت. وكل مسألة على فكرة لازم تحلها بالخطوات. ده على فكرة هيرتب لك الافكار بتاعتك، هيرتب لك الحاجات جوه دماغك انت وبتحل كده، فهيسهل عليك كتير قوي. الخطوات بالذات في مادة الرياضة أو أي مادة أنت بتحل فيها سواء فيزياء كيمياء مثلا علوم، في مسائل. المهم أي حاجة فيها مسائل أنت لازم تعمل لها خطوات، لأن على فكرة خطوات مهمة أوي أوي أوي. كده أنا خلصت الفيديو بتاعي، ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وبس كده. هتوحشوني جدا. باي باي.